السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيد الخلق حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد وجديد من نوعه، بجد حاجة كده تفتح النفس. ايه رأيكم بقى في الفراخ والصينية دي بقى؟ مشهورة جدا، صينية الولايم او صينية العزايم زي ما تسموها، وهي اسمها وليمة. الوليمة، صينية الوليمة، بجد حاجة كده خيال، حاجة كده تفتح النفس بجد. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول كده مع بعض. تبلنا الفراخ ازاي وتبلنا الكفتة ازاي وازاي عملنا كل الصينية دي في وقت سريع جدا، ولو عندك عزومة ما تاخدش معاك اي وقت. معايا كوباية مية حطيتها في البولة، معاه التوم، التوابل بقى بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، وكمان كركم، ملح، كمون، وكمان بهارات فراخ وروزماري. بس كده حطيتهم بقى في البولة اللي حطيت فيها كوباية المية، وهفضي عليهم كوباية الزبادي دي، واحط عليها كمان معلقة من العسل. آه، عسل ابيض، بس هو كان متجمد عندي عشان جو شتا طبعا، فالعسل عمل زي حبيبات كده، فحطيت معلقة عسل ابيض كده. وهقلب كل المكونات دي في بعض كويس قوي عشان نتبل بيها الفرخه. وهجيب برضو طماطمايه، هجيب، مش هتبل الفراخ دي بطماطم، مش هحط فيها طماطم خالص، هحط بس قرن فلفل كده عشان يخلي الفراخ سبايسي. وكمان هحط فيها بصلايه. هجيب بقى الفرخه بتاعتي، انا مقسماها كده من الظهر، فاتحه الفرخه بس كده من الظهر، وهبدا بقى ادي فيها فتحات كده بس عشان الفراخ تشرب من التتبيله دي. لان انا مش متبلاها قبلها بيوم. انت لو مستعجله على العزومه او الوليمه دي، الاكله دي ممكن تعملها في نفس اليوم عادي، مفيش مشكله. لو مش مستعجله ممكن تتبليها من اول اليوم او قبلها بيوم، بتبقى تحفه تحفه لو تبلتيها قبلها بيوم كمان. لكن او بيتها ليله كامله يعني. انا ما بيتهاش ليله كامله، انا تبلتها ومفيش ساعه ونص او ساعتين ورحت شويه على طول، يا دوبك شربت بس من التتبيله ورحت شويها. هقطع بقى البصلايه دي بالشكل ده. اول حاجه طبعا بدات بيها ان انا اتبل الفراخ والكفته والحاجات دي الاول، علشان الاكل بتاعي ما ياخدش اي وقت. احط بقى الفرخه كده، فتحتها من على الصدر 4 فتحات من الجناب كده، واحطها كده واشطها في التتبيله، واسيبها بقى تشرب مع نفسها في التتبيله دي، واحطها بقى في التلاجة. اسيبها بقى لمده ساعه 2 زي ما اتفقنا. طبعا عايزه تعمليها قبلها بيوم هيكون افضل ليكي، طبعا هتشرب من التتبيله وهتبقى دايبه كده وتحفه معاكي. بس كده شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ادخلها بقى التلاجة. اهم حاجة في وصفتنا النهاردة الكركم، او لو ما عندكيش حبة من الزعفران كده في التتبيلة بتاعت الفراخ عشان تبقى لونها اصفر وجميل كده. معايا طبعا هنا 3 بصلات حلوين، خرطتهم وصفيتهم كويس جدا بالمصفى من المية. صفيت المية اللي في البصل، وحطيت معلقة من الملح، معلقة فلفل اسود، وحطيت كمان معلقة بهارات لحمة. واقطع بقى الخضرة كده معايا، بقدونس، حبة كده من بقدونس، واحط اللحمة بتاعتي. وهبدأ بقى اعجن كده في اللحمة بتاعتي لحد ما تبقى زي الفتل كده، تكون مفتلة كده معايا. هفضل ادعك فيها كويس اوي، هدوب بقى البصل مع اللحمة مع الخضرة مع التوابل. هعجن فيها كده كأنك بتعجني عجينة، لحد ما احس ان هي بقت متفتلة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ انا هوريكم، بصوا بصوا، تحسي ان انت تمسكي القطعة كده تعرفي تشكلي الكفتة معاكي. بصوا، تحسي ان هي كده بدأت تتشكل معاكي. بس هدخلها بقى ترتاح في التلاجة شوية، بس قبل ما ادخلها ترتاح هصبحها بالمرة واسيبها ترتاح علشان ابقى اطلعها على طول على السوا. هبدأ بقى اصبع الكفتة بتاعتي على عصيان شيخ طاووق او معلقة زي ما تحبي. انا كان عندي العصيان بس كانت رفيعة، فحاولت كده اظبطها وارصها في الصينية واسيبها ترتاح بقى في التلاجة كده لمدة ساعة ولا حاجة، تتماسك مع نفسها قبل ما ادخلها الفرن. وهبدأ أرص الكفتة بتاعتي كلها في الصينية من غير أي مادة دهنية. أنا هحطها كده من غير أي مواد دهنية، لأن هي كده كده اللحمة بتاعتنا فيها المادة الدهنية بتاعتها، لا هتسويها منها فيها. أكلة سريعة قوي 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 وجميلة جدا، من الأكلات كده اللي تعزمي الناس عليها وتحس إن هي من الحاجات اللي تشرفك كده في العزومات.
بصوا هصبع بقى بقية الكفتة كده، بس هرصها طبعا، هغير الرصة بتاعتها لان كده مش هتكفي الكفتة بتاعتي كلها. 3 بصلات، عليهم حبة من البقدونس، عليهم معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح، وكمان معلقة بهارات لحمة، وهقلبهم كويس أوي، اعجنها كده زي العجينة، تعمل تفتلات معايا او زي ما تكون كده عرفتي تمسكيها وتشكليها، وتبدأي تحطيها في الصواني على معلقة او صيان شيش طاووق، وتحطيها في التلاجة ترتاح لها لمدة ساعة. تعالوا بقى نعمل مع بعض اللحمة. نعمل رز بقى كده رز بقى اللي يتحط كده في التقديم، ونحط عليه بقى الفراخ والكفتة اللي احنا عملناها دي. تعالوا نحط معلقة من الزبدة ومعلقة كمان من السمنة، معلقة كده ومعلقة كده، بس كده. وهبدأ احط عليهم معايا نص كيلو من الرز غسلاه كويس قوي، وكنت ناقعاه شوية، بس كده. هبدأ بقى اعمل الرز بتاعنا ده. رز طلع مفلفل وكان تحفة بجد والله العظيم، كان طريقته تحفة. هبدأ احمر الرز، انا بحب احمر الرز كويس قوي، وبعد كده هروح حاطه فيه حبة من الملح كده، بس الرز اتحمر. وهبدأ بقى اطش الرز بتاعنا كده وهسيبه بقى يستوي على ما الفراخ طبعا كده انا دخلتها الفرن، والكفتة يعني انا كده كنت دخلت الفراخ والكفتة الفرن عشان يلحقوا على ما الرز يستوي، يكون كل الحاجة سخنة وكل حاجة تكون جاهزة. حطيت بقى كده معايا زعفران، جبت حبة كده في المعلقة، بقيت يعني ما دوبتوش في مية. انا عايزة الرز ده يبقى واحدة وواحدة، يعني يبقى واحدة صفرة وواحدة بيضة، فهحط الزعفران ناشف كده، مش هحطه في مية ولا حاجة. عايزة يبقى كله اصفر هتحطيه في مية، لكن انا عايزاه يبقى مديني شكل كده حلو قوي في التقديم، وبيدي طعم بصراحة تحفة. فحطيت الزعفران زي ما هو كده. هبدأ بقى طبعا احط الفرخة كده في الشواية بتاعتنا، واحط عليها بقى تحتيها صينية كده، واحط بقية الخليط او الخلطة اللي احنا كنا متبلين فيها الفراخ. احط قرنين فلفل كده يشوي، واحط طماطميتين كمان مع البصل بقى، رق والريحة ما اقولكوش كانت ممتازة. بس هقفل بقى كده عليها وادخلها الفرن تستوي بقى مع نفسها. على ما اطلع بقى الفراخ هتاخد لها في توقيت ساعة، يعني ساعة ساعة وربع بالكتير. اللحمة تاخد لها حوالي برضو من ساعة الا ربع كده، مش هتاخد كتير وقت. فانا حطيت الاتنين مع بعض وبقيت اتابع الفراخ الكفتة وطلعتها قبل الفراخ. معانا طبعا هنا كانت الكاميرا فصلت معلش. معانا طبعا حطيت حبة طحينة، وحطيت عليهم معلقة من الخل، وحطيت عليهم حبة من الشطة وحبة ملح وحبة كمون، وبدأت ألفهم كده لحد ما حسيت إن الطحينة كتلت معايا، وبعد كده بدأت أفكها بالمية السخنة، وكانت أحلى طحينة بجد روعة. طحينة جميلة جدا لما تعملها بالطريقة دي. هحط بقى حبة زيت عليها كده من فوق، وهظبط بقى الملح بتاعها، وخلاص على كده والطحينة كانت جاهزة معايا. بس كده خلاص الاكل بتاعنا كان جاهز، والرز استوى. شايفين الرز بقى مفلفل واحده واحده ازاي، مفلفل ما اقولكوش إيه. هو باين ان هو فعلا كل رزايه ورزايه بعيده عن التانية، واللي واخده اللون الرهيب اللي انا كنت عايزاه، ومش لازقه في الحله ازاي، كان تحفه بصراحه. هبدا افرش الرز في الصينيه كده، ودي صينيه الولايم بقى، فكل الاكل بتاعنا يبقى في صينيه واحده. طريقة التقديم بقى زي ما انت تحبي بصراحة، لأن هي بصراحة ما تتقدمش غير كده. الفراخ والكفتة والممبار وكل حاجة بتبقى في نفس الصينية. طبعا كان عندي ممبار، وهنزلكوا برضو طريقة الممبار اللي هو البومبو دوت. تعمليه كده بالشكل ده زي الكور، فهنزلك برضو الطريقة تعمليه ازاي. عامله لكم فيديو لوحده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهنا طبعا بدأت ارص الكفتة. الله على الجمال. وهطلع طبعا الفرخة بتاعتنا بقى من الشواية، وهحطها في وش التقديم في وش الصينية. بصوا بقى الفرخة لا لازقة ولا فيها اي حاجة، ومستوية وكانت دايبة. التتبيلة كانت مخليها تحفة بصراحة. بصوا بقى الطماطميتين دول يدوا بس شكل كده. شايفين بقى الصينية شكلها تحفة، والفراخ دايبة ومستوية. عملت معاه طبعا سلطة الدقوس، ومعانا كمان سلطة خضراء، ومعانا سلطة الطحينة.
ايه رأيكم في صينية الولايم دي؟ لما تعزمي حد اعملي الصينية دي وجربيها، وبجد هتعجبك جدا. شايفين الكفتة كمان كانت مستوية وكانت دايبة وكانت شكلها تحفة ويفتح النفس. استودعكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد وحبة خضرة كده من على الوش. مع السلامة. استنونا فيديو جديد. باي باي.